راح اقول لكم قصة اليوم، بس ما ادري هي اذا كانت حقيقية ولا لا. منقولة من شخص ويحلف انها حقيقية، بس انا راح اقول لكم القصة اسمعوها. القصة عن جن واللي يخاف لا يسمع. مجموعة من الشباب مكونين من 3 اشخاص قاعدين بمكان شبه صحراء، بس هو مو صحراء، يعني بعيد عن المنطقة، مكان تراب، في بيت مهجور موجود قدامهم. هم قاعدين برا، وتدرون كل يوم يروحون يقعدون بالمكان هذا، يشغلون اغاني والسوالف هذه، ما يذكرون الله، بس يقعدون ويستانسون يسمعون اغاني والسوالف هذه. يوم من الايام وهم قاعدين ولا يشوفون البيت المهجور فوق السطح قاعد يشب نار. فواحد منهم قلبه شويه قوي، قال انا الحين بروح داخل البيت وبطفي النار اللي شبت فوق السطح. فربع اللي وياه قال له يا ابن الحلال صل على النبي، انت تدري ان البيت هذا مهجور واحنا ما نبي لك المضره، فاترك عنك البيت. قال انا مالي شغل فيكم، وانا الحين متجه للبيت، تبتون وياي ولا لا؟ فاثنينهم قاعد يطالعون بعض وقالوا لا والله احنا نخاف وما نبني وياك، بس ابن حلال قال انا رايح. وهو رايح حق البيت، فالاثنين طلعوا بعض قالوا حق بعض هذا مريض، فخل نروح على الاقل نوصل لباب البيت، واذا هو يبي يدخل بعدين كيفه، بس انا نحاول فيه. قال يلا. لحقوا وصلوا عند باب البيت ووقفوا، قالوا يا ابن الحلال خلاص صل على النبي. قال انا بدخل، تبي تدخلون؟ قال لا والله ما ندخل، ننطرك. ودش البيت. بعد ما دش البيت نطروا شوي، طافت النص ساعة، ما لحس، طفت النار، ينادونه، طافت الساعة. شو نسوي الحين؟ شو نسوي؟ لا يكون طاح، لا يكون نضر بشيء، وهم خايفين. نطروا الساعة هذه وقاعد يحاتون ويشوفون بعض، فشوي ولا يسمعون صوت نازل من البيت. يطالعون ولا صاحبهم هذا نازل، بس هالمرة كان غير، نازل بس كان لابس على راسه عمامة. فقال شيك طولت هذا؟ قال لا ما عليه. قال زين ليش لابس على راسك عمامة؟ قال لا بعدين اقول لكم. بدأوا يخافون منه، راحوا عشان يقعدون مكانهم يكملون سهرتهم قعدتهم. تفاجئوا ان هم راحوا وهو من غير ما يستأذن ولا شيء هدهم ومشى. تمت الايام وهو ما يلهم. طافت الفترة، بعد اسبوعين ولا يقعد وياهم، بس ما يتكلم ولا كلمة، بس يخزهم، يخز البيت المهجور، يعني طالعهم يقعد يخزهم ولا يتكلم ولا كلمة، ويخز البيت المهجور ويغطى عنهم. لما جت فترة غطى عنهم تقريبا حول الشهر. يسألون من عيال عمه وهذا، يقولون والله احنا مو شايفينه، ما قاعد نشوفه، واذا شفناه قاعد نتصدد عنه، بدينا نخاف منه. حتى لما قلنا حق اهلنا عن موضوع انه دش البيت المهجور، قالوا لنا وخر عنا، لا يكون في شيء ولا هذا، بعيد عنه، خليك بعيد. وما ندري عنه، صرنا شهر وشيء ما ندري عنه. بعد الشهر وشيء وقاعد وياهم وقال لهم انا بروح الديره الفلانيه، يعني بيسافر. فقالوا له انت ما عندك فلوس، ما عندك، شلون تسافر؟ فقال ما عليه. بشنو تبي تروح؟ قال بروح بالنقل الجماعي. النقل الجماعي من ديرته، الديره اللي بيروح لها ياخذ له يوم ونص. تدرون النقل الجماعي لما تروح بالمنفذ والسوالف هذه ياخرونهم السوالف هذه، فياخذ له يوم ونص. قال لهم انا بروح. قال له زين. قال يمكن هذا بدا يحوش وش من بعد ما دش البيت. قال انتم مصدقيني؟ خلاص لما اوصل هناك راح ادق عليكم وانا هناك. فاتركوا عنهم، وفعلا مشى. بعد 5 ساعات دق عليهم من هناك، قال لهم انا وصلت الديره الفلانيه. صدقتوا؟ طبعا استغربوا، شلون راح بنقل جماعي؟ اول شيء ما عنده فلوس، ثاني شيء يبي له يوم ونص وهو وصل ب5 ساعات، في شيء غلط. من بعدها انقطعت اخباره 5 سنوات. قالوا يمكن اشتغل، يمكن لقى له رزقه والله يهنيه ووفقه ان شاء الله، ونسوا موضوعه. بعد ما طافت ال5 سنوات
سمعوا انه هو وصل الديرة يا من السفر. وهم سامعين شي سمعوا ان في واحد قاعد يلم الناس وقاعد يصرخ، فقالوا خل نروح نشوف منو هذا. لما راحوا شافوا رفيجهم هذا لام الناس وقاعد يقول ابي كل الشيوخ القبايل يون ابيهم موضوع مهم. بعد ما التموا الناس السوف هذه قال لهم انا بقول لكم شيء بس لا حد يقاطعني، واذا قاطعتوني رفيجكم فلان ما راح يرد. فربع قاعد يطالعون شنو رفيجنا فلان ما راح يرد؟ ايش في هذا ين؟ كار رفيجنا قدامنا. فقال اذا قاطعتوني ما راح يرد. طبعا بدا يقول موضوعه هو، بعدها قال اذا انت صاج زين رفيجنا تقول انه هو مو موجود، زين انت منو؟ قال انا مو من البشر، انا من الجن. طبعا كل اللي موجودين حاشوا، ضلوا 4، هذول الاثنين ربعه، واحد كان متدين وواحد وياهم. فالمتدين كان قوي بإيمانه ودائما يذكرونه، فعنده حكمة. فقال له زين دام انت من الجن شو اللي يثبت ان انت من الجن وان صاحبنا مو موجود؟ قال الحين اثبت لكم. يقولون شال العمامة من اللي على راسه واللي مستحيل كان يشيلها من راسه، ولا راسه غير راس البشر نهائي. داشه لداخل، يعني هذه ما في برا، داشه لداخل، وكان شكله بشع جدا. فكلمه هذا اللي الدين قال له زين شلون احنا نبي صاحبنا والسوف هذه؟ قال له صاحبكم موجود وانا حابسه داخل البيت المهجور، ودوني البيت المهجور انا ادخل واخليه يطلع لكم. وفعلا راحوا البيت المهجور، دش شوي ويطلع واحد شعره طويل لاخر ظهره واظافره طوال. ما عرفوه، لما دققوا على ملامحه عرفوا انه هو رفيجهم. فسألوه شيك ما شيك وهو تعبان؟ فقالوا له قبل ما تكمل وتقول سالفتك خلينا نوديك. ودوه السبح، قص ظافره تعدل وهذا، والتموا ويا هالدين. فقالوا له قول لنا قصتك، شنو صار وياك؟ قال انا يوم اللي صعدت فوق لقيت نار شابه وطفيتها. يقول هم قاعد يقولوا لي انا لما طفيتها هم كانوا قاعدين الجن وهم مولعين النار وقاعدين، وانا جيت واذيتهم. فخذوني لقيت نفسي مربوط بالشيرة بين جبلين والدنيا كلها خضار، وكان حوالي ناس كنهم بشر بس اطرافهم مو بشر، وكانوا هم وانا مربوط كل يوم يجيبوا لي الاكل يوكلوني ويمشون لمدة 5 سنوات اللي هو كان فيها مفقود. وهذا موضوعي كله، وهذا اللي صار وياي. الحين هذه انتهت القصة. الحين هذه القصة اللي وصلتنا، وان شاء الله تكون صحيحة. للأمانة انا ما اعرف عن صحتها، اذا كانت صحيحة قلتها لكم، واذا مو صحيحة هم قصة وقلتها لكم. فبس قبل ما يعني اخلص الفيديو بقول لكم شغلة يا جماعة. معروف عن عالم الجن هو متواجد ويانا بكل وقت، يمكن الحين قاعدين وياي بالسيارة، حلو؟ فأي شيء تبي تسوون سموا يا جماعة، تعودوا من الشيطان يا جماعة. يعني بأي شيء وبالذات إذا دشيتوا الحمام أو المطبخ تبي تصبون ماي حار، سموا قبل ما تصبون ماي حار، لا تأذونهم عشان هم ما يأذونكم. والحين استأذنكم وأقول لكم تعودوا من الشيطان وتحصنوا بكل وقت وبكل شيء تبي تسوونه، حتى لما تلبسون ملابسكم ذكروا الله. والحين اقول لكم استاذنكم، خل ادخل تمريني